السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحشاش عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا كولر يكشف عن طبيعة حياته بالقاهرة واللقب الأغلى في حياته مع الأهلي، وكيف يقوم بالتحضير للمباريات ويتغنى بجماهير الأهلي. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. كولر يكشف كيف يقوم بالتحضير للمباريات بدراسة نقاط القوة والضعف للمنافس، ويتغنى ويفتخر بحب الجماهير. كشف مارسيل كولر عن أنه يقوم بالتحضير للمباريات بشكل قوي من خلال دراسة المنافس وتحديد نقاط قوته وضعفه، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي فريق في العالم بدون نقاط ضعف، وهو ما يعمل على استغلاله من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز المعاون. وقال كولر في حديثه للمنصات الرسمية للنادي: نحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز في جميع المباريات، خاصة في المواجهات مع الفرق الكبرى التي تعد مباراة فاصلة في تاريخ كل لاعب. ومن خلال هذه المواجهات ترتفع الدوافع، مع العلم أن هدفي دائما الفوز وتطبيق اللاعبين لطريقة اللعب مع تنفيذ التعليمات في المباريات. وإلى الآن يقومون بهذا الأمر بشكل رائع. وتحدث كولر عن علاقته بالجماهير قائلا: عندما تهتف الجماهير باسمي أو اسم الأهلي أكون فخورا جدا وأشعر بالتميز، وهذا الأمر عشته على مدى عملي مع الأهلي خلال عامين، وأحب جماهير الأهلي جدا وأشكرهم على دعمهم لنا. وواصل المدير الفني: عندما رفعت جماهير الأهلي صورتي في مباراة جورماهيا كان الأمر مفاجئا ومبهجا جدا بالنسبة لي، خاصة أن الفترة التي قضيتها مع النادي عامين فقط. وعندما شاهدت هذه الصورة خفق قلبي بصوت عالي، وأشكر الجماهير على هذه اللافتة الجميلة. وأشار إلى أنه من المهم مخاطبة الجماهير بلغتهم لتوصيل رسالته، وأن وكيل أعماله هو من يتولى الكتابة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد كشف مارسيل كولر عن طبيعة حياته في القاهرة وعن اللقب الأغلى والأهم في مشواره إلى الآن مع الأهلي من ضمن جميع البطولات التي حصل عليها. وقال كولر: لنكن صادقين، أنا لا أتواجد هنا للسياحة، وعملي في الأهلي يتطلب وقتا كبيرا جدا أشاهد مباريات للفرق التي نواجهها وأحاول تجميع معلومات عنهم وتابع. لا يوجد لدي الكثير من وقت الفراغ للقيام بجولات داخل القاهرة. عندما يكون هناك فترة راحة طويلة أسافر إلى سويسرا لقضاء الأجازة مع أسرتي، وإذا حصلنا على راحة يوما أو يومين أجلس في الفندق على النيل وأشعر بالراحة وأحاول استعادة قوتي من جديد. ولكن قد أعود إلى مصر بعد نهاية رحلتي مع الأهلي للاستمتاع بالقاهرة
ومشاهدة جميع الأماكن التي لم أحظ بمشاهدتها في الوقت الحالي، وعن اللقب الأغلى والأهم في مشواره إلى الآن مع الأهلي. قال كولر أن اللقب القادم سيكون الأفضل، واختتم مارسيل كولر حديثه بوصف الأهلي قائلا: هو نادي القرن. قبل ما نختم حلقتنا أفضل وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم، قناة محمد الحشاش عاشق الكيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.